من جماعة صادقون هذا الأسبوع أيضا طلع بتصريح مهم جدا للبرنامج مو للمشاهدين يعني. فكان احد الشخصيات اللي هو عميد كليه التربيه في ذلك الوقت، كنا تابعين احنا جامعه البصره، كانت اكو فد قضيه وصار بيناتنا شويه شد، فالحمد لله والشكر هو الرجل يعني سهل الامر. بس عندما دخلت عليه وكتب تروج له المعامله فورا طبعا لحادثه معينه، من اخذت اوراقي وطلعت يعني يم الباب، فصاح باسمي قال لي نعيم، التفتت له قلت له نعم دكتور، قال انا راح اقول لك فد موقف بس اعطيني وعد تذكرني به في المستقبل. قلت له ان شاء الله وعد. قال انت في يوم من الايام تصير في مكان معين، ربما تصير وزير. استاذ نعيم حبيبي، اريد اناقشك بشكل عملي بالموضوع اثناء هاي القصه اللي حكيتها حضرتك من الناحيه الطبيه. لا انت من الاوائل، لا من المتفوقين، لا جايب بعثه، لا رايح زماله، كلك طالب مرحله اولى، بعدك تصيح للنادي حانوت، شلون شاب بك وزير؟ وباوع يعني ثق بالله، صدقني العميد لو يدري بيك راح تصير وزير وتحكي بالدي ان اي وتشتغل يم قيس كان استقال من ذاك الوقت وقسم لك تقسيم لحد الان تتذكره. هسه ما انتم بتطلعون تحكون هالسوالف تنسون اكو بشير شو ما افتهم. هسه هاي القصه لو حاكيها المدير قيس كان قال لك ذيك الخس يا اخوي لو ما السيد منسعب تشتم وزارته